حكم الجماع في رمضان. لم يرد في القرآن كلام عن هذه القضية، ولا تقرير لهذا الحكم سوى ما ورد في الظهار، لكن ورد في السنة من حديث أبي هريرة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت. فقال: ما أهلكك وما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. قال عليه الصلاة والسلام: هل تستطيع عتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع صيام شهرين متتابعين؟ قال: لا. وفي رواية: من الصيام أتيت. ومن هنا أجمع أهل العلم على أن المجامع في نهار رمضان عمدا تجب عليه الكفارة، واختلفوا في كونها على الترتيب أم لا، ومشهور مذهب مالك أنها ليست على الترتيب. ووقع الخلاف في من انتهك حرمة الشهر عمدا بغير الجماع، فالإمام أحمد وغيره على أنه لا كفارة عليه، ومذهب مالك وجوب الكفارة عليه، لأنه رأى أن العلة في وجوب الكفارة في الجماع هي انتهاك حرمة الشهر، وهذا حاصل بالجماع وبالأكل عمدا. صلى الله وسلم على سيدنا محمد.